واحد بيحكي وبيقول: النهاردة شفت مشهد عمره ما هيتنسي من دماغي. عربية فخمة مولعة، والناس كلها واقفة تتفرج وتصور كأنها فرجة. أنا كمان وقفت لحظة أتصور، لحد ما عيني وقعت على صاحب العربية. راجل قاعد على الأرض، مش بيجري ولا بيزعق، بالعكس مستسلم تماما. استغربت وافتكرت الطفاية اللي في عربيتي. جريت أقول للناس: يلا يا جماعة ساعدونا، لسه في أمل. بس لقيته بيقول بكل هدوء ودموعه نازلة: مش هتهدى، مش هتنطفي، دي دعوة مظلوم. الكلمة دي هزتني من جوه. كنت بشوف النار قدامي، لكن هو كان شايف حاجة أعمق. كان بيعتذر لحد في التليفون بصوت مكسور، بيقول: أنا غلطان، حقك عليا، ظلمتك وربنا جابلك حقك فيا، مستنيك في المكتب وحقك عليا. ساعتها اتأكدت إن في نار أشد من نار العربية، نار الظلم اللي بيولع القلب قبل أي حاجة تانية. واتعلمت الدرس اللي كان مكتوب قدامي بالنار والدخان: فإياك وظلم حد، لأن دعوة المظلوم ملهاش حجاب عند ربنا.